السلام عليكم. اليوم في تدابير ام والد ان شاء الله راح ندير لكم كيفاش نحتفظوا بالاعشاب بالحشاوش. يعني هنا عندي القزبر، ربطه تاع قزبر، وهنا ربطه تاع معدنوس عفوا، وهنا عندي شويه تاع النعناع. هنا كيفاش ندير نحتفظ بهم اكبر مده في الثلاجه وما يفسدوناش. واش ندير؟ المهم يكون عندنا البابي بابي تاع الكوزينه، ولا البابي سيرفيت اللي يجي ديكاري، يعني عادي اي بابي يكون عندك في الدار تستعمليه. واش ندير؟ يعني الا ما كانش عندك متوفر هذا استعملي لو بابي تاع يعني بابي سيرفيت. نحكم البابي تاعي، نقيس على حساب الربطه تاعي واش تدي، نقطع ونلوي على هذاك هنا نصيحه فقط، هنا لازم الاعشاب تاعنا ما يكونوش منديين بالماء، لانه هذاك الماء هو اللي راح يفسد لنا العشبه تاعنا وما يقعدوناش يعني جدد. المهم يكونوا ناشفين. انا ما نغسلهمش في الاول ابدا، نغسلهم كي نجي راح نخدم بهم، يعني كي نحتاج نحي شويه نغسلهم باش نستعملهم في الطياب تاعي، لكن قبل ما نغسلهمش ولا شريتيهم مسطيهم منديين خليهم حتى ينشفوا مليح باش تقومي بهذه العمليه. اذا نلويهم في لو بابي، حاجه سهله. نزيد الربطه الثانيه كما نشوفوا. هنا فقط حبيت نعلق لكم على الفيديو الاول اللي حطيته في التدابير، يعني باش انا يعني بديت نعمل في هذا الفيديو تاع التدابير حتى طلبوا مني الاخوات يعني على الخاص، يعني طلبوا مني اني نعاونهم في هذا الامر. هذا حاجه اللي نكون نعرفها يعني نفيد الاخوات، يعني نتمنى انكم تفهموني، لانه كاين بزاف الاخوات يعني تعليقاتهم ما فهمتش للاسف، ما فهمتش معناها. اذا هنا واش ندير؟ نحكم هذا اللي نحكم ان ساشي، يكون حتى هو يكون ما فيهش الماء، لازم نجنبو كامل الماء، وندير هذوك الاعشاب تاوعي ساشي مغلفين بهذاك لو بابيي، يعني حتى الكرافس اي حاجه شريتيها نعمليها بهذه الطريقه. وحبيت نعلق على الفيديو الاول، يعني قالوا لي وراهي لاستيس اللي درتيها لنا. انا هذاك الفيديو عملته باش نوري الاخوات بلي كاين منتوج يعني اللي تستعمليه في دارك بدون تعب، يعني والله حقيقه يعني تستعمليه على لا فايونس، على الكويزينيير، على لافابو، على اي شيء تحبي تنقيه. 10 دقائق فقط تمسحي فقط، يعني بدون حك بدون عناء. انا حبيت نفيد الاخوات المبتدئات، كاينين بزاف ما يعرفوش هاد الحوايج، لهذا نتمنى انكم تفهموني. ونحط هذا الكيس تاعي نحطه في الثلاجه، من الاحسن ننصحكم ماشي في الدرج تاع الثلاجه، نحطوه في الرفوف تاع الثلاجه، يعني في النص حطوه وخلوه. وقت تحبوا تخدموا افتحي جبدي المعدنوس تاعك ولا القزبر ولا النعناع وعاودي غلفيه وعاودي خبيه. الان حنخبيه ونخليه يعني ايامات، ونعاود نرجع لكم باش نوريه لكم كيفاش يبقى يعني هكذاك جديد. اذا هنايا ها هو المعدنوس تاعي، راهي خليته انا سمانه يعني اسبوع كامل باش نوري لكم يعني النتيجه. ها هو هنا فقط النعناع انا استعملته، لكن الحشيش والمعدنوس ما استعملتهمش، خليتهم لكم باش تشوفوا النتيجه. اذا ها هو القزبر تاعنا، شوفوا مليح عنده اسبوع، ها هو قاعد مليح اخضر. نوري لكم المعدنوس، حتى المعدنوس شوفوا البابي يعني شرب هذاك يعني شرب هذاك ليميديتي، هذاك الزائد. ها هو المعدنوس بقى اخضر، يعني بقى فخي. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه وتستنفعوا بها. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، التدبيره تاع اليوم عفوا، ما عليكم غاديو لي جا من لا فيديو، تشاركوا في القناه ليصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله.